السلام عليكم مصطفى. انا طبعا مطلع جايب حشيش من عندك من الارض ورميه بره كده، قلت عشان خاطر لو دخلته جوه ممكن يطلع، لو جيت اخد السباخ بعد كده يطلع حشيش معانا او بتاع. طبعا ممكن نكمر عادي السباخ باذن الله بعد كده، بس كده افضل، يبقى بره كده احسن. بطلعه من الصبح ياكلوا كده وينعنقوا شويه. في هناك ده تبن البرسيم اللي هناك ده، وده الحشيش. الفراخ انا بقيت افتح لها تخرج كده في قلب الحوش برضو، ايه تنقر كده في اي حاجه. اهو. في فرختين ماتوا من كام يوم، اول امبارح واحده ماتت، ومن حوالي اسبوع ولا حاجه في واحده تانية ماتت، بس كانوا صغيرين يعني في الحجم. كده احسن، حتى الشمس تشوفهم ويقعدوا ينقوا كده من الارض اي معادن ولا اي حاجه. يابا لا اله الا الله. طبعا انا غصب عني كان عندي دور كده. انت في ناس اصحابي جولي وبتاع قالوا لي ده المستشفيات مليانه ناس تعبانه برضو واخده نفس الدور بتاعك ده. ف معلش كان غصب عني ولا عارف اصور حتى يعني. كنت بروح اقف في اي مكان عالي كده واحط الراوتر وتنيني ماسك التليفون عشان ابعت لك فيديو ولا اعرف اكلمك، فما كنتش قادر لان كنت راقد في السرير. وانت عارف بقى مفيش حد كمان معايا هنا، فالواحد كان فعلا متضايق يعني. بس ان شاء الله باذن الله خير يعني، شدة وعدت الحمد لله. بس عايز احلق بس. فاضل الله احلق، ده لو الزري بقى عامل ازاي. سكن اهو. انا مش قلقان الا من ده اهو، بس هو محترم نفسه هناك اهو. اه يعني ايه،
يحترم نفسه. ده التبن اهو، بعبلهم منه واكلهم، والفترة اللي فاتت دي كلها بقى كنت باكلهم منه، وبقيت اطلعهم ياكلوا بقى منه كده. البرسيم برضه ربنا كرم والبرسيم كبر شوية. كانت الارض الاول ما انت عارف كنا بنجهز، والارض كانت عطشانة بقالها فترة يجي 3 ريات ما شربتش، والجو حر يعني بطريقة غير يعني طبيعية، ما كانش كده قبل كده خالص الحر ده. الحمد لله البرسيم اهوت يعني قام اهو. عايز اديله مغذي ولا اديله حاجة المرة دي تخليه يشتغل كويس. ان شاء الله هو جاي زارع الجزء ده برضه، اجيب تقاوي واعملها بالشوكة كده بإذن الله. طبعا هنا السمك عامل، طبعا في سمك كتير مات، وده طبيعي يعني. لما جيت سألت قالك ده طبيعي. السمك بيجي يقوم جاي عامل ايه، زي نقر كده، زي دي كده، نقر زي دي كده، بيقوم بيبخ فيها. كنت جايب الحلاوة ده اهي عشان احطها، وبعد كده محطتش حاجة. بص المعيز، استغفر الله العظيم. طيب انا هقفل بس عشان المعيز شكلها بتسرح كده، وبعد كده نبقى نكمل ان شاء الله. السلام عليكم.